من دون أدنى شك أن الجمهورية الإسلامية تسير بخطى ثابتة باتجاه الأهداف التي رسمتها لخلال هذه الحرب، على عكس الأمريكي والإسرائيلي الذي كان جل هدفهم هو استهداف الجمهورية الإسلامية برأسها وبقياداتها، وبعد ذلك كانوا يعتقدون بأن كل شيء سيكون لصالحهم ولمصلحة هذه الأهداف وهذا الهدف الواحد والوحيد. لكن في اليوم الأول عرف الأمريكي بأن إيران لم ولن تهزم بهذه الضربة، وهو بدأ يتخبط كما تفضل سيادة العميد. وكل ما يجري ما بعد اليوم الأول هو عملية تخبط واضحة، على عكس أن الإيراني نرى بأنه يرسل رسائله ويتكتك في أهدافه سواء السياسية أو العسكرية أو ما إلى ذلك، وهو يرسل رسائل تلو الأخرى ويتدرج في المراحل. المرحلة الأولى وكما كنا نقول دائما عبر قناتكم الكريمة بأن المرحلة الأولى كانت مرحلة إعماء كاملة في هذه المنطقة. يبدو أن الإيراني انتهى من هذه المرحلة بكلها وكلكلها، واستطاع أن يصل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة أن تصل الصواريخ الإيرانية الثقيلة إلى أهدافها بدقة وبشفافية عالية. وهذا ما قاله المسؤولون العسكريون يوم أمس، بأن صواريخنا باتت تصل إلى أهدافها، والهدف الذي نراه ونريده فنصل إليه، وباتت سماء فلسطين المحتلة مكشوفة بالنسبة لنا. هذا أولا. ثانيا، على الصعيد السياسي واضح بأن الجمهورية الإسلامية دائما ما تستفيد من المنعطفات، بمعنى أنها تحول التهديد إلى فرصة. كل السنوات الماضية التي كنا نهدد بموضوع النووي وأن يجب أن تضع الموضوع النووي جانبا، كنا نخصب اليورانيوم لمستويات بسيطة جدا، 1% أو 2%. الآن نحن نصل إلى 6%، والآن لا أحد يتكلم عن النووي. بتنا في مرحلة جديدة، الجميع يتكلم حول موضوع مضيق هرمز، كيف أنهم سينتهون من هذا المضيق، وكيف أنهم يعني هذا المأزق الجديد الذي خلقته إيران في هذه المنطقة كيف سيتخلصون منه. لذلك أعتقد في خضم كل هذا إيران ترسل رسائل سياسية باتجاه أنها ما كنا نريده بالاتفاق النووي والمباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية نعم. هذا بات جانبا، نحن بتنا نريد نقاط أكثر لصالح الجمهورية الإسلامية. وواضح بأن الأمريكي الذي هو مستعد مثلا أن يرفع العقوبات عن النفط الإيراني، بطبيعة الحال إذا باليوم 22 هو يشتري النفط الإيراني، أعتقد بعد 40 يوم هو سيأتي إلى إيران، وهذا بالمزح طبعا، ربما سيأتي إلى إيران ويؤسس لنا مفاعلات نووية. يعني هذا الأمريكي الذي لم يستطع أن ينتظر حتى 20 يوم وبدأ أن يشتري هذا النفط ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، بعد 20 يوم يعني بعد 40 يوم